شايف بعد ما نخلص الحلقة تدهاني عشان أنا لسه دافع الغرامة. كهربا أحرجها على الهوا وقال لها انت لابسة جرافطة دهب، أنا هاخدها منك وسدد ديوني. أسماء إبراهيم بتحب إثارة الجدل زي عينيها، ورغم كده ما بتحبش حد يعرف حاجة عن حياتها أبدا، وبتخاف من عيون الناس. اتجوزت رجل أعمال مشهور ورفضت تقول هو مين، وفي واحدة من حلقاتها كانت لابسة جرافطة من الدهب الخالص، وكهربا سألها عليها وقال لها أنا هاخدها منك وسدد ديوني. ما عملتش فرح وقالت كنت برجع لجوزي بعد ما انفصلنا وبطلوا هري، أنا فرحانة بإنجازاتي وكفاية إن ولادي بيحبوني وفخورين بيا. الإعلامية أسماء إبراهيم مذيعة مصرية، اتولدت سنة 1990 في اسكندرية، ودرست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، واشتغلت في بدايتها في تقديم البرامج الحوارية، ده غير إنها اشتغلت في كتير من البرامج التلفزيونية، وبدأت مشوارها ببرنامجين صغيرين كده، منهم برنامج العيد جه على صدى البلد، لكن البرنامجين دول فشلوا وما حققوش النجاح اللي كانت بتتمناه، لكنها قالت إنها كانت بتتعلم من البرامج الصغيرة اللي عملتها في بداية مشوارها. وبعد فترة بدأ شغلها في قناة القاهرة والناس، واللي كان نقلة كبيرة بالنسبة لها في حياتها المهنية، وبدأ نجاحها من خلال برنامج حبر سري، واللي نجح بسبب أسئلتها الجريئة للضيوف وكشف أسرارهم ومشاكلهم الخاصة، ودايما بتستضيف نجوم كبار وبتقدم حلقات مثيرة للجدل عن حياتهم وأولادهم وزوجاتهم. حلقات أسماء كان فيها كتير من المواقف اللي قلبت السوشيال ميديا، زي حلقة محمود كهربا لاعب الأهلي اللي كان ضيف في برنامجها، وسألها وهو بيهزر معاها هي الجرافطة اللي انت لابساها دي دهب بجد؟ فكانت المفاجأة انها قالت له ايوه طبعا دهب، فرد عليها بتلقائية وقال لها طب ما تجيب الجرافطة دي، ده انا لسه دافع الغرامة. وفضلت اللقطة دي متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي لحد فترة قريبة. اما حياة أسماء الاجتماعية، فأسماء كانت مخطوبة لمطرب اسمه موسى، وكان ما بينهم قصة حب كبيرة، وفضلوا مع بعض شهور لحد ما نشرت أسماء بوست على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت فيه كل شيء اسمه ونصيب، وتم الانفصال بيني وبين موسى، وهو انسان محترم وربنا يكرم الجميع. وقالت ان الانفصال كان عشان اختلاف وجهات نظر، مش عشان اي خلافات ولا فرق في المستوى المادي زي ما الناس بدأت تروج لإشاعات عنها على السوشيال ميديا. وما عداش عليها فترة طويلة وكانت ارتبطت بحد تاني، وساعتها الجمهور علق على الموضوع وقال اصل جرحها بيلم بسرعة، بس هي ردت على ده وقالت انها لما اعلنت خبر انفصالها كان بعد الانفصال الحقيقي بشهرين كاملين، وما كانش في نفس اللحظة، وانها دلوقتي مرتبطة برجل اعمال من بره الوسط الفني والاعلامي، وانه مش معروف على الميديا خالص، وان ما بينهم قصة حب كبيرة. وده اثار الجدل والفضول بين جمهور أسماء بسبب حالة الغموض اللي كانت في كلامها حوالين علاقتها دي، ومين يا ترى هو خطيبها ده، وليه ما اعلنتش عن شخصيته لحد دلوقتي. بس هي صرحت وقالت انا مش حابة اقول هو مين، لانها ما بقتش حابة تدخل تفاصيل حياتها في السوشيال ميديا اكتر من كده، وده عشان الناس ما بيراعوش خصوصيتها وبيتدخلوا في حياتها بشكل بيضايقها. وعملت فرح عائلي بسيط وما صوروش الفرح ولا نشروا اي صور بخصوصه، لانها حاجة تخصها هي واسرتها. وفي النهاية مستنيين مشاركتكم وتعليقاتكم على أسماء إبراهيم وبرنامجها حبر سري.